كرات التيراميسو اختراع رهيب بيتحضر في دقايق، وكمان بقى المكونات بتاعته تقريبا 3 4 حاجات هنخلطهم مع بعض وهيبقى جاهز عندنا احلى حاجة بتدوب في البق. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه معايا معلقه صغيره مليانه من القهوه سريعه الذوبان، هدوبها في اقل من فنجان صغير من الميه السخنه واسيبه بقى على جنب يبرد خالص. بعد كده عندي 100 جرام من البسكوت اللي هو الليدي فينجر ده المخصوص للتيراميسو، لو ما عندكمش استخدموا 100 جرام من اي نوع بسكوت، بس اهم حاجه ما يكونش مسكر قوي. هنكسره كده بايدينا كويس جدا، ولو في قطع مش هتفرق خالص، احنا كده كده في الاخر هنخلط كل حاجه مع بعض، فالبسكوت كده كده هينعم وهيبقى معانا كويس قوي. بعد كده هضيف للبسكوت ده معلقتين كبار من اي نوع جبنه كريمي بتفضلوه، وكمان هضيف بقى فنجان القهوه اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في الاول، وهبتدي ان انا اخلطهم مع بعض كويس جدا لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. ممكن نحطها في التلاجة شويه قبل التشكيل، بس لو بتشكل معاكم بسهوله خلاص شكلوها على طول. هناخد مقدار تقريبا معلقه كبيره وهنبتدي ان احنا نكورها بالشكل ده، وهنبططها كده بصباعنا، وهنجيب بقى اي بديل للنوتيلا. هناخد تقريبا نص معلقه صغيره او حسب حجم الكره اللي انتوا عاملينها، هتحطوها بالشكل ده وهتقفلوها بقى بالراحه قوي وتكوروها تاني، هتتقفل معاكم بكل سهوله. وزي ما قلت لكم لو حسيتوا ان العجينه يعني سايحه قوي حطوها في التلاجة شويه هتتشكل معاكم بسهوله خالص. هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة، ولازم ندخلها التلاجة تتماسك شوية، يعني ممكن من ربع ساعة لنص ساعة بالكتير قوي هتلاقوها اتمسكت معاكم وبقت كويسة قوي. بخرجها من التلاجة على طول، بحطها في كاكاو خام، الكاكاو الخام اللي هو من غير سكر خالص، اغطيها كلها بالكاكاو الخام. وبرده ممكن احطها في مصفى كده واحاول ان انا انزل اي كاكاو زيادة، وبس كده بقت جاهزة معانا. خطيرة يا جماعة، انا مش قادرة اقول لكم شكلها اصلا بيفتح النفس على الاكل وطعمها رهيب. المقادير اللي انا عاملاها مش هتعمل لكم كميه كبيره قوي، تقدروا طبعا تضاعفوا المقادير، بس عايزه احذركم ان انتوا لو عملتوا منها كميه كبيره بجد مش هتبطلوا ان انتوا تاكلوا منها. شايفين بقى كمان الحشوه من جوه عامله ازاي، بجد خطيره وبتدوب في البق. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.